اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفترة الأخيرة الشاي العدني أو شاي الكرك بقى ترند وخد شهرة كبيرة جدا جدا، وده لأنه فعلا طعمه حلو جدا جدا، وكل اللي جربه انبسط جدا جدا منه. وبما إننا في مصر بنحب دايما نشرب كوباية الشاي اللي تعدل المزاج، فالنهاردة قررت أعمل معاكم الشاي العدني أو شاي الكرك. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي، ويلا بينا نعدل مزاجنا بأحلى كوباية شاي عدني. في البداية حبايبي بنجيب البراد بتاعنا الجميل وبننزل فيه ب3 كوبايات من المية، اللي هو كوباية الشاي العادية جدا بتاعتنا. هننزل بعد كده ب3 معالق كبيرة من السكر. هنبدأ بقى نفتح النار عليهم ياخدوا غلوة من قبل ما نحط أي حاجة. أول ما المية توصل لمرحلة الغليان هننزل بمعلقتين صغيرين من الهيل المطحون أو الحبهان المطحون، وفصين كده من القرنفل، وهنسيبهم نص دقيقة كده علشان يغلوا مع بعض. بعد كده بنفس المعلقة اللي حطينا بيها السكر هنملاها شاي وهنحطها في البراد بتاعنا، وهنقلب الشاي وهنسيبه يستوي شوية. يعني ايه يستوي يا حبايب قلبي؟ يعني ينزل لتحت، ما يبقاش على وش المية زي ما انتوا شايفين كده. الشاي غلي ونزل لتحت. دلوقتي هننزل بكوباية من الحليب المبخر، وده نوع من أنواع الحليب موجود ومتوفر جدا جدا في السوبر ماركت، وحجم العبوة 160 ملي. طيب يا شيف ماجي، لو الحليب ده مش متوفر ايه الحل؟ هننزل بكوباية من الحليب العادي جدا جدا، يعني هتحطيه ومفيش أدنى مشكلة، هتنزلي بيه عادي. ولو تلاحظوا نفس الكوباية اللي عايرنا بيها المية في البداية، هي دي الكوباية اللي هينعاير بيها أي حاجة تانية. أول ما ننزل بالحليب كده نسيبه يغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده نطفي عليه. الشاي العدني المظبوط اللي على أصله، علشان تعملي شاي عدني مظبوط اوعي تحطيله قرفة أو بهارات اللي بيقولوا عليها الهيل والقرنفل والشاي والحليب المبخر أو العادي، مفيش أي مشكلة أبدا أبدا. شايفين بقى لونه ولا جماله؟ بجد كوباية شاي دي يا حبايبي هتعدل مزاجكوا جدا جدا، خصوصا بقى مع أي بسكوتة أو حتة كيك جنبهم. لازم تعمليه. أكيد دماغك طول اليوم بتوجعك من الولاد في المذاكرة، ظبطي بقى مزاجك وعدليه بأحلى كوباية شاي عدني، وبجد هتدعولي دعوة حلوة من قلبكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل وشير في كل مكان، وهستنى تعليقاتكم وتجاربكم، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.